لو انت طالب داخل كلية تجارة او تعرف حد جاله كلية تجارة، فانت لازم تشير له الفيديو ده، عشان الفيديو ده مهم جدا جدا. هيعرف من خلاله كل التفاصيل عن الكلية، هيعرف اقسام الكلية، سواء بيزنس، سواء محاسبة تمويل، سواء اف ام اي، سواء انجليزي او تجارة عربي. زائد هيعرف ازاي يقدم في الكلية والفرق ما بين انتظام وانتساب. من الاخر كده هعرفه كل التفاصيل عن الكلية في الفيديو ده. فما تنساش اللايك والشير لاي حد داخل كلية تجارة، وشارك الفيديو ده في كل مكان، وما تنساش تصلي على النبي في اول التعليق. انا ابراهيم دومة وانت منورني. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. انا ابراهيم دوما من قناه اكاونتنج كورس. ان شاء الله جاي النهارده اقول لكم كل التفاصيل عن كليه تجاره وكل الاقسام اللي موجوده في الكليه، وايه الفرق ما بين باي اس ومحاسبه تمويل وانجليزي واف ام اي وتجاره عربي. فانا جاي النهارده افيدك بكل المعلومات اللي عندي. الناس اللي ما تعرفنيش، انا اسمي ابراهيم دوما، عندي قناه على اليوتيوب اسمها اكاونتنج كورس، هتلاقيها في اول التعليق. بشرح بقى مواد محاسبه وتجاره كلها ورياضه، يعني بفيد اصحابي واصدقائي في كليه تجاره، وانا بالفرقه الثالثه في تجاره طنطا. فانا جاي النهارده اساعدكم باذن الله في كل التفاصيل عن الكليه. بس حابب اتكلم معاكم في الاول كام كلمه. خلاص التنسيق بدأ، خلاص نتيجة التنسيق نزلت، وعرفت انت هتدخل كلية ايه. فانت طالما بتتفرج على الفيديو فانت اكيد جالك كلية تجارة، وحابب تعرف مجالات الكلية، هتشتغل فين لما تتخرج، ايه الاقسام اللي موجودة في الكلية. هل يا ابراهيم ترشح لي اخش باي اس، ولا اخش انجليزي، ولا اخش محاسبة تمويل او اف ام اي، ولا ادخل تجاره عربي وخلاص؟ فانا النهارده هخليك تجاوب انت على الاسئله ديت. انا اقول لك المعلومه وانت هتشوف القسم اللي انت هتدخله من خلال الفيديو ده. فعايزكم تشاركوا الفيديو ده في كل مكان عشان بتعب، فدعموني دايما. وما تنساش اللايك عشان بيحفزني جدا جدا، واستمر باذن الله في تنزيل فيديوهات جديده. وهعرفكم طبيعه الدراسه برضك، هتلاقي فيديو في اول التعليق موجود عن طبيعة الدراسة في الأقسام الخاصة. خش شوفها على قناة اليوتيوب. زائد هفيدك بإذن الله في مجالات وإيه الأقسام اللي أنت تتخصص فيها، وإزاي تذاكر في كل قسم، وهساعدكم في كل حاجة بإذن الله. ونبدأ الفيديو بتاعنا، وإن شاء الله هتستفيد من الفيديو جدا. حالا بقى أكلمك عن أقسام كلية تجارة، بس عايز أقول لك معلومة بسيطة جدا لازم أقولها لك قبل ما أقول لك كل الأقسام والتفاصيل عن الأقسام. عايز أقول لك حاجة في البداية، صلي لي على النبي. عايز اقول لك معلومه تحطها حلقه في ودنك. مش معنى انك تخش تجاره عربي يبقى مالكش مستقبل، لا. ومش معنى انك تخش تجاره انجليزي او بي اي اس او حتى محاسبه تمويل يبقى انت اول ما تتخرج تشتغل. لا يا صاحبي والله. كليه تجاره كل سنه بيتخرج منها 60,000 طالب، انت عدد مهول. مفيش مكان إن يشغل 60,000 طالب. فانت لازم تعرف ان مهما كان القسم اللي انت هتدخله، فانت لازم تكون شاطر فيه وتذاكر وتجتهد وتروح في كورسات وتنزل وتعمل اللي عليك في الكلية. عشان لو دخلت مثلا تجارة عربي واجتهدت وعملت اللي عليك وجبت امتياز وطلعت من الاوائل وخدت كورسات انجليزي، خدت اي سي دي ال، كورسات برمجه وكورسات خاصه بالاكسل المحاسبي والكلام ده، فانت هتبقى شاطر، محاسب مجتهد جدا، محاسب متميز. فانا بقول لك ان انت تخش مثلا تجاره عربي احسن ما تخش اي قسم خاص. بس اهم حاجه المذاكره. طب انا يا ابراهيم لو شاطر، لو طالب مجتهد وربنا موفر لي الفلوس وعندي ظروفي كويسه واقدر ادفع، ارشح لك الاقسام الخاصه. فاحنا هنبدا حالا اعرض لك كل قسم من اول تجاره عربي لحد باي اس. بس ما تنساش اللايك للفيديو، وما تنساش الكلمه اللي انا قلتها لك في الاول. لو انت شاطر وظروفك مش سامحه لك تخش اي قسم خاص، فانت تخش تجاره عربي عادي جدا وتكون متميز وتجتهد وتعمل اللي عليك. انت عارف، انا اعرف ناس كتيرة جدا كانت في تجارة عربي ومن اول سنة اتخرجت بس عملوا اللي عليهم، وناس جابت امتيازات وناس ذاكرت، وبيتعين مثلا معيد في الكلية او يشتغل ويروح يشتغل في بنك صاي بي او يشتغل في اي شركة، والشركات هي اللي بتبعت له. اهم حاجة في كلية تجارة هي المذاكرة والسعي. وعايز اقول لك حاجة برضك قبل ما تسمع الفيديو. كلية تجارة، في ناس بتقول لك يا ابراهيم هي كلية تجارة صعبة ولا سهلة؟ انا اقول لك كلمة
انت ممكن ما تفهمهاش من اول مرة. كلية تجارة سهلة بالنسبة للطالب اللي عايز ينجح، وصعبة بالنسبة للمتفوق. يعني ايه يا ابراهيم؟ يعني كلية تجارة لو انت عايز تدخلها عشان تنجح فانت هتنجح يا صاحبي، فما تقلقش. اما لو كلية تجارة انت عايز تدخلها عشان تتفوق وتبقى مثلا محاسب قانوني كبير، او تبقى شغال في شركة انترناشونال، او شغال في بنك زي الساي بي وتمسك حاجة كويسة، او تاخد الدكتوراه، فانت لازم تجتهد ولازم تسعى. فديت صعبة بالنسبة لك، فانت لازم تشوف اللي وراك وتجتهد من اول يوم تخش فيه الكلية. فديت الكلمتين اللي انا كنت عايز اقولهم لك، ويلا نخش على الفيديو. حالا بقى هكلمك عن الاقسام. اول قسم عندنا هو اساس الكلية، هو تجارة عربي. تجارة عربي بيدخلوا من 3000 ل 4000 طالب كل سنة. تجارة عربي بندرس يا ابراهيم، او ايه المواد اللي احنا بندرسها؟ المواد اللي انت بتدرسها محاسبة، رياضة، إدارة موارد بشرية مثلا، أو إدارة واقتصاد. طب هل يا إبراهيم المواد اللي في كلية تجارة بتكون محتاجة فهم كتير ولا حفظ؟ ما احنا طبعا في نوع أدبي وفي علمي علوم أو علم رياضة. عايز اقول لك انا كنت علم علوم والحمد لله دخلت كليه تجاره وعملت اللي عليا وذاكرت وبقيت من الناس المتفوقه في كليه تجاره، ده فضل من الله طبعا. بس عايز اقول لك حاجه، انت من اول يوم تخش في الكليه انت لازم تجتهد وتسعى. كليه تجاره انت لو دخلتها وعملت اللي عليك والدكاتره بتاعتها كويسه جدا وهيفهموك كل حاجه، فانت لازم من اول يوم تفهم كل كلمه عشان بتبقى مترتبه على بعض. فمش معنى ان انت كنت طالب في الادبي ودخلت كليه تجاره وتقول لي مش همشي فيه، لا. تجارة الفهم بتاعها بسيط جدا. الدكاترة كويسة، يعني الدكاترة عندنا في كلية تجارة جامعة طنطا كويسة جدا جدا، بيفهموك كل حاجة. المحاسبة مش فهم زي ما انت متخيل، مش رياضة خالص، لا. المحاسبة هي محتاجة شوية فهم بس، لا بالممارسة وحل التمارين. تابعت قناة اكاونتنج كورس هتفهم بإذن الله كل حاجة، وهي لها أساسيات وقوانين بتمشي عليها. فانت بما انك طالب داخل كليه تجاره فما تقلقش خالص من حوار ان كليه التجاره دي صعبه، لا، انت تعامل مع المواد بسهاله خالص. كليه التجاره مش هتيجي جنب الثانوي حاجه من الاخر. انت خلاص عديت مرحله الثانويه وجبت مثلا مجموع من 65% او 75% وفي كليه تجاره، فما تقلقش، اهم حاجه انك تذاكر. وزي ما قلت لك المواد اللي عندك محاسبه ورياضه واقتصاد واداره، ديت المواد الاساسيه اللي في كليه تجاره اللي هيدرسها تجاره عربي طبعا باللغه العربيه. زائد ان برضك معلومه مهمه جدا انا عايز اقولها لك في الفيديو ده. ناس كتيرة جدا داخلة تقول لي يا ابراهيم انا تجارة انتساب. ايه الفرق ما بين انتساب وانتظام بالنسبة لتجارة عربي او بالنسبة لأي قسم؟ الفرق ما بين انتساب وانتظام ان مثلا مصاريف تجارة عربي انتظام كام؟ 1300، في حدود 1300. طب تجارة يا ابراهيم انتساب 1500، يبقى الفرق ما بين انتظام وانتساب 200 جنيه. طب هل يا ابراهيم ممكن احول من انتساب لانتظام؟ اه يا صاحبي، ممكن تحول، بس من وانت داخل الفرقة التانية لو جبت اعلى من جيد باذن الله كده هتجيب جيد جدا وامتياز. اول ما تجيب التقديرات ديت هتحول من انتساب لانتظام عن طريق ان انت بتدفع 150 جنيه في مصاريف وهتقوم محول عادي. بس اهم حاجه تجتهد وتعمل اللي عليك. وتجاره عربي زي ما انا قلت لك المواد بتاعتها، وطبعا ايه الاقسام اللي موجوده في تجاره عربي؟ طب يا ابراهيم لو دخلت تجاره عربي ايه الاقسام اللي موجوده؟ محاسبه، الاقسام المحاسبه، وقسم الاداره، وقسم كمان اللي هو الاقتصاد، وقسم الرياضه والتامين. طب لو انا اتخرجت يا ابراهيم من تجاره عربي ايه الشغل اللي هيكون قدامي؟ هتشتغل مثلا لو انت اتخصصت في قسم المحاسبه، والتخصص في تجاره عربي بيبقى من فرقه رابعه. لو انت اتخصصت قسم محاسبه تشتغل محاسب في بنك، محاسب في شركه، تشتغل مثلا محاسب في اي مكان حكومي، سواء بقى مثلا في مصلحة حكومية، سواء في الضرائب، سواء مثلا اشتغلت محاسب في كلية تجارة، في أي مكان محاسب في أي مكان، سواء بقى اتخصصت مثلا وبقيت محاسب قانوني مراجع، فأنت كلية تجارة ممكن تتخصص منها تبقى محاسب أو إدارة أعمال، اللي هي الإدارة اللي هي عبارة عن ال HR. تروح تعمل إدارة أعمال لشركة مثلا، أو تكون HR في شركة. اللي هو ال HR ده هو عبارة عن إيه؟ الشخص اللي بيعمل انترفيو مع الناس اللي بتشتغل في الشركة، زائد ان هو بيرسم خطة للشركة ودراسة جدول.
كليه التجاره فيها تخصصات جديده، زائد التسويق الماركتينج، ممكن تشتغل في الماركتينج برضك. يعني لو دخلت كليه التجاره ممكن تتخصص في قسم الماركتينج، وزائد ان انت ممكن برضك تتخصص في قسم الرياضه او التامين، تشتغل في اللي هو التامين والحاجات ديت. وزائد ان انت لو تخصصت في قسم الاقتصاد تكون خبير اقتصادي او تفهم في البورصه وتشتغل في البورصه. فكليه التجاره فيها تخصصات كتيره جدا، واهم قسم واكتر قسم شغال وانت طبعا عارف من قبل ما اقول لك هو قسم المحاسبه. وفي قسم موجود في الكلية بتتخصص من أول سنة اللي هو محاسبة وتمويل، وهنتكلم عنه حالا. فكلية تجارة عربي هي كلية مفتوحة لكل الناس. مصاريفها زي ما قلت لك كده من 1300 ل 1500. ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة للبنين، والبنات طبعا بيقل حوالي 100 جنيه. وتاني قسم عندنا مهم جدا جدا بالنسبة لي، هو أفضل قسم في كلية تجارة وهو أغلى قسم في الكلية، وهو قسم بايس. ليه يا إبراهيم؟ عشان بيجمع ما بين كلية تجارة وحاسبات ومعلومات، وبيجمع ما بين البرمجة. عايز أقول لك حاجة في القسم ده. القسم ده هو موجود في 3 كليات بس: كلية جامعة طنطا، في حلوان، في أسوان أو في أسيوط، مش فاكر الصراحة، بس هو موجود في 3 محافظات بس. زائد ان القسم ده غالي شويه، بيتراوح ما بين 22,000 ل 25,000. يعني في طنطا عندنا ب 22,000، في حلوان ب 25,000. فانا عايز اقول لك ان القسم ده هو قسم مميز جدا، قسم ما بيجمع ما بين التجاره والحاسبات والمعلومات. بس معلومه، لو انت عايز تبقى محاسب وتتخصص في المحاسبه وتدرس محاسبه بالانجليزي، فانا هقول لك تدخل تجاره انجليزي افضل. امال يا ابراهيم انت ليه بتقول لي بي اس هو افضل قسم؟ ليه؟ باي اس هو بيدرس البرمجه، فبالتالي ان قسم باي اس هو بيواكب العصر، هو احدث حاجه موجوده. عشان كده باي اس هو بيجمع لك ما بين تجاره وحاسبات ومعلومات. فانت لو شاطر في الانجليزي وحابب تدخل حاجه كويسه وعند ظروفك كويسه، فانا هرشح لك قسم باي اس. زائد ان بقى باي اس مواد محاسبه واداره ورياضه وبرمجه. انت بتدرس ما بين حاجه مواد بسيطه من التجاره ومواد بسيطه من حاسبات ومعلومات. فانا عايز اقول لك ان مثلا لو انت دخلت باي اس وبعد كده درست برمجه وتخصصت برمجه، فانت تبقى مهندس. فانت لازم تعرف انت عايز تخش قسم ما. شاطر في الانجليزي، عايز تبقى حاجه كويسه، حاجه مثلا تشتغل في القريه الذكيه او في القريات الذكيه اللي بتتعمل اليومين دول، او تشتغل في العاصمه الاداريه، او تشتغل مثلا محاسب الكتروني، او تواكب العصر. هي ده احسن قسم، وده القسم اللي هيبقى جاي والتخصصات جايه في المستقبل هو بي اي اس. فانت تخش القسم ده. هل يا ابراهيم ممكن اخش مثلا تجاره عربي وادرس بدل ما ادفع المصاريف دي كلها؟ اه يا صاحبي، لو انت مثلا دخلت تجاره عربي او قسم انجليزي او اي قسم تاني، فانت ممكن تخش اي قسم تاني وتدرس برمجه واكسل محاسبي واي سي دي ال، وتدرس كورسات عشان ما تدفعش المصاريف دي. بس لو انت ظروفك سامحه وجايب 40 في الانجليزي، فخش بي اي اس، دي نصيحتي مني ليك. بس عايز اقول لك حاجه برضك، عشان دي ناس بيسالوا عنها كتير جدا في الفتره دي. هل يا ابراهيم لو انا جايب 39 ونص او 38 ما ينفعش يخش؟ اقول لك على حاجه. انا دورت كتير في الحوار ده، لقيت ان باي اس حلوان بياخد من 35 و36. فانت عايزك تفهم حاجه. هو موجود شرط عندنا بيقول لك شرط التحاق الطالب بكليه تجاره قسم باي اس يكون حاصل على 80% من درجه اللغه، اللي هي بتساوي كام؟ اللي هي بتساوي 40. فانت تكون لازم جايب 40 من 50 في الانجليزي. طب يا ابراهيم مثلا لو المفروض باي اس يدخل فيها 1000 طالب، طب لو دخل 800 جايبين 40 يبداوا ينزلوا. يعني لو احتاجوا طلبه مثلا جايبه مجموع 39 ونص او 38 فبياخدوا عادي. وفي بعض الكليات او بعض المحافظات زي حلوان بتاخد من 35، وديت من الكليات او المحافظات الغاليه شويه وبتاخد من 25,000. امال تجاره طنطا كان السنه اللي فاتت مصاريفها 22,000 جنيه، وده كان تاني قسم عندنا. وارشحه لك لو انت ظروفك سامحه. ظروفك مش جايباك ما تتعبش نفسك، بلاش تصرف فلوس على الفاضي، بلاش لو انت مش شاطر في الانجليزي تدخل القسم ده. نصيحتي مني ليك. ثالث قسم عندنا هو قسم برضك مهم جدا، ولو انت شاطر في الانجليزي تدخله، مش شاطر بلاش يا ابن الحلال، عشان ما تتعبش نفسك في الدراسة وتجيب مثلا تقدير جيد او مقبول وما تعرفش تشتغل بعدين في شركات انترناشونال او ما تشتغلش في المكان اللي انت عايزها. فلو انت شاطر في الانجليزي ادخل القسم ده. بس هقول لك حاجة، في طالب يقول لي ايه الفرق ما بين باي اس او انجليزي؟
الفرق ما بين باي اس ان ده الطالب بيكون دارس بعض المواد من كليه التجاره والحاسبات والمعلومات، يعني بالبلدي كده مش متخصص في تجاره، مش متعمق في كليه تجاره. انت لو عايز تتعمق في كليه تجاره وتكون محاسب محترف، محاسب مثلا مالي محترف، فانت تخش قسم انجليزي. برضك الشرط حصول على 40 في درجه الانجليزي. طب ايه الفرق ما بين تجاره انجليزي وتجاره عربي؟ هما الاتنين واحد. تجارة عربي الدراسة بالعربي باللغة العربية، تجارة انجليزي دراسة بلغة انجليزية. طبعا لو انت دخلت تجارة انجليزي فانت بتتخصص في المحاسبة او في الادارة او في الرياضة او في الاقتصاد. ومعظم الناس اللي بتخش تجارة انجليزي بيتخصصوا في محاسبة لا ادارة. بس اهم قسم في الكلية زي ما قلت لك هو قسم المحاسبة، عشان بتشتغل محاسبة فيها مجالات كتيرة جدا. وتجارة انجليزي دراستها بسيطة واحسن من تجارة باي اس طبعا. يعني باي اس حاجة عالية، بس لو انت شاطر خشها، مش شاطر قليل شوية خش انجليزي. وزائد ان قسم انجليزي هو قسم بيشتغل في البنوك، بيشتغل في الشركات، له شغل كتير جدا. يا ابراهيم، مصاريف انجليزي كام؟ مصاريف انجليزي بتتراوح ما بين 15000 ل 17000، وكانت في تجاره واصله ل 14000 جنيه. فانا عايز افهمك برضك حاجه، لو انت مش شاطر في الانجليزي وعايز تخش تجاره عربي فخش تجاره عربي يا صاحبي. لو انت ما معكش فلوس خش تجاره عربي واجتهد وخد كورسات انجليزي وخد اي سي دي ال، هيخليك تشتغل. فلو انت شاطر ودخلت كلية تجارة عربي فانت احسن من 1000 طالب داخل كلية تجارة انجليزي. عشان كده انا دايما بعد كل قسم اقول لك الجملة ديت. بس متفقين ان باي اس اعلى قسم، بعده انجليزي. طب تالت قسم خاص عندنا هو قسم الاف ام اي. قسم الاف ام اي ده موجود في حلوان، موجود عندنا في طنطا، اسمه محاسبه وتمويل. في فرق ما بين اف ام اي ومحاسبه وتمويل. اف ام اي دراسه بالانجليزي وله شرط في الانجليزي. طب محاسبه وتمويل وهي الدراسه في العربي. طب ايه اصلا اف ام اي او محاسبه وتمويل؟ محاسبه وتمويل هو عباره عن محاسبه واداره. القسم ده بيجمع لك ما بين المحاسبه والاداره. طب هل يا ابراهيم مثلا بتخصص في القسم ده؟ لا. في تجاره عربي انت بتتخصص وانت داخل الفرقه رابعه، بتتخصص لا محاسبه لا اداره لا اقتصاد لا رياضه. في قسم محاسبه وتمويل او اف ام اي انت بتتخصص من اول سنه محاسبه واداره، والشهاده بتاعتك بتجمع ما بين المحاسبه والاداره. طب الدراسه يا ابراهيم فيه عامله ازاي؟ الدراسه فيه بتدرس محاسبه واداره ورياضه واقتصاد، بس في اخر السنتين بتدرس بعض المواد من مواد كليه الحاسبات والمعلومات، بتدرس ماده او مادتين من حاسبات ومعلومات. فالقسم ده هو قسم جديد، قسم متميز، بيخليك متخصص من اول سنه في المحاسبه والاداره. فبالتالي معلش ما تزعلش مني، انت لو دخلت كليه تجاره او تجاره انجليزي اتخصصت في اخر سنه محاسبه، طبعا اللي داخل محاسبه وتمويل وتخصص من اول سنه محاسبه قعد 4 سنين متخصص محاسبه، هو فاهم اكتر. ففي الشغل هيبقى افضل. مثلا لو انت جيت تقدم على شغل في المحاسبه فطبعا هيبقى ليك فرصه او اولويه في الشغل عشان انت متخصص من اول سنه. فقسم محاسبه وتمويل هو بيكون متخصص من اول سنه محاسبه واداره، زائد ان مفيش اي شرط للغه، بتدخله عادي. طب مصاريفه كام يا ابراهيم؟ مصاريف محاسبه وتمويل حوالي بالظبط كده 8000 جنيه. بتدفع اول ترم 5000، زائد تاني ترم 3000 و2000 جنيه كتب. وبرضك عايز اقول لك حاجه، اي قسم في الكليه بتدفع كتب حوالي من 700 ل 1000 جنيه، وحل شتات والكلام ده. وده تالت قسم عندنا هو قسم محاسبه وتمويل. وانصح اي حد مش شاطر في الانجليزي يدخل القسم ده لو ربنا كرمه وظروفه كويسه. انصحك ان انت تخش القسم ده عشان محاسبه وتمويل هو قسم متميز. وعايز اقول لك على حاجه، سواء باي اس او انجليزي او محاسبه وتمويل، فعدد الطلاب اللي بيبقوا موجودين في القاعه بيبقى حوالي 100 طالب. فالدراسه في الاقسام الخاصه بتفرق عن تجاره عربي. القسم الخاص بيبقى القاعه فيها 100، طب تجاره عربي بيبقوا قاعدين في مدرج ب 3000 طالب. وطبعا الدكاتره اللي بتبقى في الاقسام الخاصه دكاتره متميزه. اي سؤال عايز تساله، يعني الجار عربي بيبقى بحر، بيبقى صراحة بتتعب شوية في المذاكرة وتعمل اللي عليك. بس هرجع اقول لك لو انت في تجارة عربي وشاطر وذاكرت هتبقى احسن من 1000 واحد دخل الاقسام الخاصة ديت بس في الاخر ما عملش اللي عليه. فاي قسم انت هتدخله من الاقسام ديت لازم تجتهد، لازم تذاكر، لازم تعمل اللي عليك. كلهم توفيق من ربنا. بس بلاش تتعب نفسك وتتعب اهلك
وتخش قسم خاص وما تذاكرش. لو مش هتذاكر خش تجاره عربي، هتنجح وهتجيب جيد، ولو ذاكرت شويه بسيطه هتجيب جيد جدا. وبرضك هرجع اقول لك ان في فيديو اول التعليق فيديو عن طبيعه الدراسه في الاقسام، سواء باي اس هكلمك ازاي ايه باي اس، ازاي تذاكر في باي اس، هكلمك عن نظام الدراسه في كليه تجاره سواء في باي اس، في انجليزي، في محاسبه وتمويل، في عربي. هكلمك عن تفاصيل اكتر عن كليه تجاره. هتلاقي اللينك اول تعليق على الفيديو على قناه اكاونتنج كورس. زائد ان في جروب اول التعليق برضو اسمه جروب كليه تجاره جامعه طنطا، الجروب ده انضم فيه، هنوفر لك عليه كل التفاصيل عن الكليه. محتاج اي حاجه اسال في الجروب ده، هنساعدك باذن الله. بننزل عليه كل المحاضرات، بننزل عليه حل الشتات، وهنساعدك في الدراسه دايما خلال ال4 سنين. هنساعدك باذن الله عن طريق الجروب اللي انت شايفه حالا ده، وده QR، فانضم من خلاله. شكرا لاستماعكم. وفي النهايه انا اسمي ابراهيم دومه، فما تنساش يا صاحبي تحط لايك للفيديو تحفيز ليا، وشير الفيديو ده في كل مكان عشان هتحفزني جدا. وباذن الله لو لقيت الفيديو ده وصل لعدد كبير هنزل لكم تفاصيل اكتر عن الكليه. وما تنساش تقول رايك في الفيديو اللي انت شفته. وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنساش هنتقابل باذن الله تاني على قناه اكاونتنج كورس في شرح مواد كليه تجاره سواء محاسبه ورياضه. هتلاقي كل المواد ديت انا شرحها بفضل من ربنا على قناه اكاونتنج كورس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.